سلام عليكم. يومكم مظبط. المكان قبل المكان والزمان قبل الزمان. كان في ربنا. تخيل معايا، قبل ما العقل يدخل يشرح وقبل ما القلب يقرر هو ده، كان في انسان واقف في نص الرحله تايه بين صوتين، صوت بيقول له افهم وصوت بيقول له حس. ومن التوهان ده اتولدت حكايات كتير، حكايات ناس نورت الطريق بالذكر وناس نورت الطريق بالمنطق وناس زي مصطفى محمود اكتشفت ان النور الحقيقي بيطلع لما الاتنين يمسكوا ايدين بعض. طب يا ترى لو العقل بيسأل ازاي والقلب بيسأل ليه، مين فيهم هو اللي هيودينا لربنا؟ ولا الرحلة أصلا ما بتكملش من غير الاتنين؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا أحكي لكم. يعني إيه صوفي أصلا؟ في اللي يقول من الصوف علشان كانوا لابسين لبس بسيط، وفي اللي يقول من الصفاء علشان قلبهم صافي من الدنيا. بس الحقيقة الصوفي هو اللي قرر يعيش التجربة مش الكلام. بدل ما يقعد يناقش هل الله موجود، هو قال لك تعال نشوفه بالقلب. الصوفيين شايفين ان معرفة ربنا مش بالمنطق لكن بالشهود، يعني الرؤية القلبية، والفناء يعني ذوبان النفس في محبة الخالق. مش فناء جسدي، لا ده فناء الذات، الأنا، الكبر، الحجاب اللي بينك وبين ربنا. عارف نفسه، عارف رب. الجملة دي اللي الناس كتير فاكرينها حديث وهي مش حديث، بس هي في الحقيقة جوهر التصوف كله. عارف نفسك هتعرف ربك، ضايع في نفسك هتفضل تدور على ربنا في السماء وما تلاقيهوش. الشيخ محي الدين ابن عربي قالها بصراحة: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها. وده بقى أصل فكرة وحدة الوجود، يعني كل اللي حوالينا مش منفصل عن الله، ده تجلي من تجليات وجوده. بس ما تاخدهاش بمعنى ان كل حاجة هي ربنا. الصوفيين بيقولوا لا، ده كل حاجة من ربنا مش هي ربنا. زي الشمس والضوء، الضوء طالع من الشمس بس مش هو الشمس. الصوفي بيفنى عن نفسه علشان يبقى بالله، يعني يموت عن رغباته، عن نفوره، علشان يعيش بحضور الله. الإمام الغزالي قبل ما يتصوف كان عقلاني جدا، بس بعد ما جرب الفلسفة والمنطق قال لك كل ده ما جابش الطمأنينة. الطمأنينة جت لما بدأ يعيش الذكر ويحس بحضور الله جواه. هو أول من جمع بين العقل والتذوق، فقال لك المعرفة مش بالبرهان بس، المعرفة بالنور اللي ربنا يرميه في قلبك. طبعا ناس كتير هاجمت الصوفية وقالوا انهم بيخلطوا الدين بالفلسفة، وان الفناء معناه ان الانسان يختلط بالله والعياذ بالله. بس الصوفيين ردوا وقالوا لا، احنا مش بنوحد الذات، احنا بنوحد الإرادة. شيء كان وما لم تشأ لم يكن. يعني لما يوصل لمرحلة الفناء هو مش عايز حاجة لنفسه، هو بقى عايز اللي ربنا عايزه. ودي أعلى درجات الإيمان. الصوفي ما بيكتبش نظريات، هو بيعيشها، بيسهر، يبكي، يذكر، يتأمل، يسافر في نفسه علشان يوصل للحظة الشهود، اللحظة اللي يحس فيها إن كل شيء حواليه بيسبح بحمد ربنا. هو مش شايف الله بعينه لكن بيحس بيه في كل نسمة، في كل صوت مؤذن، في كل دمعة بتنزل في خيام الليل. التصوف زمان كان طريق الزهد والذكر، إنما في زماننا بقى وسيلة لفهم الإنسان نفسه، إزاي يلاقي المعنى وسط الزحمة، إزاي يعيش التوازن بين العقل والروح. تعالوا نتكلم عن نموذج معاصر جدا للتجربة دي، مش شيخ طريقة ولا فيلسوف يوناني، لكن مفكر طبيب عاش بين العلم والإيمان، بين المعمل والإبل. عارف لما تكون بتدور على الحقيقة بتكتشف إنك كنت بتدور غلط؟ هو ده تقريبا اللي حصل مع الدكتور مصطفى محمود، الراجل اللي بدأ حياته ملحد، مش لأنه بيكره الدين لكن لأنه كان عايز يفهمه بعقل. بيقول لك انا ما الحدتش لاني اتاكدت ان الله غير موجود، انا الحدت لاني كنت بدور على الله بعقلي بس. يعني ببساطه الراجل كان شايف ان الطريق للرب لازم يمر على الميكروسكوب والمعمل والمنطق. بس الرحله دي اخدته بعيد لحد ما تعب ووقف وسال نفسه: وانا بدور على ربنا ولا على اثبات نفسي؟ مصطفى محمود اكتشف ان العقل لوحده زي وصله من غير خريطه، بتشاور بس ما بتوصلش. العلم قال له ازاي اتكونت الحياه بس ما قالوش ليه. المعادلات فسرت الكون بس ما فسرتش المعنى. ومن هنا بدأ التحول، بدأ يسمع جواه صوت الوجدان، الصوت اللي دايما بيقول للإنسان أنت مش صدفة، الصوت اللي بيقول له ورا كل دقة قلب إرادة. وفي كتابه الشهير رحلتي من الشك للإيمان بيحكي لك الرحلة بصراحة غريبة جدا. بيقول إنه شاف في نفسه صراع رهيب، عقل بيحسب وقلب بيحس، لحد ما قال الجملة اللي بقت شعار رحلة جيله كله: الإيمان مش ضد العقل، الإيمان هو امتداد العقل لما وراء العقل. يعني بالعربي كده لما العقل يوصل لآخر الطريق القلب هو اللي بيكمل الرحلة. الجميل في فكر مصطفى محمود انه ما لغاش العلم، ما قالش ده غلط ولا ده حرام. هو قال العلم بيدينا مفاتيح بس ما بيديناش الباب نفسه. لما اتكلم عن الخلق ما قالش ان الضرورية كفر، لكن قال النظرية ممكن تكون جزء من سنن الله في الخلق بس ما تقدرش تفسر الإرادة اللي وراها. كأنه بيشوف ان ربنا مش إله المعجزات بس لكن إله القوانين كمان، اللي خلق الذرة زي ما خلق الملك. مصطفى محمود واجه الموجة الإلحادية في زمانه بنفس سلاحها، العقل والمنطق.
بس ما كانش بيهاجم، كان بيحاول. يقول لك الملحد يطلب الدليل على الله لكنه عايش في دليل الله طول الوقت. شمس وهواء ودماغ بتفكر وقلب بيحب، كل ده دليل بس محتاج عين تشوفه. وكان دايما يرد على سؤال الالحاد الكلاسيكي: لو ربنا موجود ليه الشر في العالم؟ فيقول الشر مش وجود، الشر هو غياب الخير، زي الضلمه كده مش كيان بس دي غياب النور. رحله مصطفى محمود انتهت بطمانينه، مش يقين فلسفي بس لكن يقين عاشه. بيحكي انه حس بربنا في صلاته، في خلوته، في سكوته وهو بيتامل بالليل. هو ما سابش العقل بس وصل لقناعه ان العقل محتاج قلب وان القلب محتاج عقل علشان الانسان يعرف ربنا بجد. وهنا نوصل للحظه اللي بنقف فيها كلنا ونسال: طب بعد كل ده ايه اللي المفروض يسوق رحلتنا دي؟ العقل ولا القلب ولا الاثنين مع بعض؟ عارف المثل اللي بيقول العقل زينه؟ طب واللي بيقول انا قلبي دليل؟ طب نسمع مين فيهم؟ من اول ما الانسان بدا يسال مين اللي خلقني، الصراع ده اشتغل جواه زي موتور داير على طول. في اللي اختار طريق العقل وقال مش هامن غير لما افهم، وفي اللي راح مع طريق القلب وقال انا حسيته ومش محتاج دليل. بس الحقيقه الطريق الصح مش في واحد فيهم، الطريق في الاثنين مع بعض. تعال نتكلم بصراحه. العقل لما يسيطر لوحده بيحول كل حاجه لارقام ومعادلات، بيفهم الكون بس بينسى المعنى. يعني مثلا العلماء عرفوا ان الضوء بيمشي بسرعه 300,000 كيلومتر في الثانيه، بس ما حدش منهم قدر يشرح ليه اول شعاع نور اتوجد اصلا. العقل بيسال ازاي لكن القلب هو اللي بيسال ليه. ولما ازاي وليه يتخانقوا بتطلع الفلسفات وبتضيع الطمانينه. زي ناس كتير في الغرب النهارده وصلوا لقمه العلم بس جواهم فراغ بيقول طب وبعدين. بس تعالى على الناحيه الثانيه، لما القلب هو اللي يسوق لوحده بنقع في العاطفه العاميه. ممكن الانسان يحب ربنا بس يتبع اي فكره تلمسه حتى لو بعيد عن الحق. وده اللي حصل زمان لما شعوب كتير عبدت النار او الشمس، مش كفر لكن لانهم حسوا انها مصدر الحياه. القلب صادق بس احيانا ساذج، وعشان كده ربنا قال في القران ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يعني لازم القلب يسمع والعقل يشهد. والعجيب ان التوازن ده مش فكره فلسفيه، ده مخلوق جوانا اصلا. ربنا خلقنا من نصين، نص بيحسب العقل، نص بيحس القلب. لو واحد غاب التاني يضل، وده اللي شافه ناس كتير زي الغزالي وابن سينا، كل واحد بطريقته. الغزالي قال ان العقل يوصل لحد باب الايمان بس القلب هو اللي يفتحه. ابن سينا قال ان التفكير يوصلنا للعله الاولى بس ما يخليناش نحس بعظمتها. يعني الاثنين بيتكاملوا. العلمانيين بيقولوا الايمان ضد المنطق، والصوفيين المتطرفين بيقولوا العقل حجاب. والاثنين غلط، لان ربنا ما طلبش الانسان يسيب عقله ولا طلب انه يعيش بلا احساس، لكن قال افلا يتفكرون افلا يعقلون. وفي نفس الوقت قال وجلت قلوبهم تفيض اعينهم من الدمع. يعني القران جمع الاثنين في واحد. فالمؤمن الحقيقي مش اللي بيفكر بس ولا اللي بيحس بس، ده اللي بيسيب احساسه ويرشد تفكيره وتفكيره يصحح احساسه. وده اللي شفناه في مصطفى محمود. الراجل لما اعتمد على العقل بس تاه، ولما ساب نفسه تسمع صوته الداخلي رجع لربنا بعقل واعي وقلب مطمئن. وده مش بس حاله، ده حال كل انسان بيدور على معنى. بس دلوقتي خلينا نبتدي رحله تانية تبدا بالسؤال: الانسان اللي جواه الفطره دي قلب وعقل ازاي المفروض يترجمها في الايمان؟ يعني هل فكره الاله دي كانت موجوده بنفس الصوره عند كل الامم ولا كل دي تصورات بشريه بتتبدل مع الزمن؟ والسؤال ده ياخدنا لاول محطه في الرحله التاريخيه لفكره الاله. تعالوا نبتدي من عند اليهوديه، اقدم ديانه ابراهيميه باقيه، ومن اول اسم عرفوه للاله يهوه. بس خد بالك احنا مش بنتكلم عن اليهوديه من وجهه نظر الاسلام لكن من وجهه نظر التاريخ. قبل ما نسمع عن الاقانيم الثلاثه او التجسد كان في صوره ثانيه تماما عن الاله. صوره بدات جوه شعب صغير في مصر، ارض مليانه الهه، كل اله له شعب. هناك ظهر اسم يهوه، الاله اللي اختار بني اسرائيل من بين الامم وقال لهم انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه، لا يكن لك الهه اخرى امامي. في بدايات النصوص العبريه يهوه كان اله شخصي جدا، بيمشي قدام شعبه في المعارك، بيغضب ويرضى وينتقم ويبارك. يعني صوره لاله بيتفاعل مع البشر كقائد او ملك عظيم. الاله هنا مش فكره فلسفيه لكن حضور محسوس في التاريخ، وده انعكس في لغتهم ودينهم. اله اسرائيل مش اله العالم، بس مع مرور القرون بدات الفكره تتغير. بعد سبي بابل حصل تحول كبير، اليهود عاشوا في ارض غريب وشافوا الهه وافكار تانية حوالين الخلق والوجود. ومن هنا بدأ المفهوم يتوسع. يهوه مش بس إله إسرائيل لكن إله السماوات والأرض. تحول من إله القوم إلى الإله الواحد المتعالي اللي فوق الزمان والمكان، بس لسه عنده علاقة خاصة جدا بشعبه المختار. بمعنى تاني اليهودية رجعت للتوحيد لكن توحيد جزئي، إله واحد بس العلاقة بيه حصرية. النصوص العبرية بتورينا تناقض ملفت، مرة نلاقي الإله بيغير ويندم ومرة تانية نلاقيه متعالي لا يرى ولا يدرك. وده انعكاس لتطور الفهم البشري للاله. الانبياء الكبار بعد موسى زي اشعياء وارميا حاولوا يرفعوا الصوره دي وقالوا ان الاله مش بس القوم دون قوم لكن خالق الكون كله، رحيم وعادل ومش مقصور على نسب ولا ارض. وده كان تمهيد فتح الباب لفكره جديده تماما، فكره اله متجسد في صوره بشر. بعد ما بقى يهوه الاله الواحد المتعالي جت لحظه مهمه في التاريخ الديني للبشريه، لحظه حد قال فيها الاله نزل للارض وتجسد في انسان ليخلص العالم. ومن هنا تبدا المسيحيه وتبدا معاها رحله جديده تماما من فهم الاله، من الاله المتعالي للاله المتجسد. في القرن الاول الميلادي تقريبا بعد سنه ل3 سنين من صعود المسيح للسماء ظهرت دعوه يسوع الناصري على ايد بولس بول او شاول سول الترسوسي، اللي شاف فيه مش نبي ولا رسول لكن ابن الله نفسه المتجسد في صوره بشر. الفكره دي ما كانتش مجرد تحول ديني، دي كانت ثوره فلسفيه وروحيه في وقت واحد.
لانها جمعت بين اللامحدود والمحدود، بين الاله اللي لا يرى والانسان اللي نقدر نلمسه ونشوفه ونتكلم معاه. يسوع بحسب الايمان المسيحي هو الكلمه اللي تجسدت، زي ما بيقول انجيل يوحنا: في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. يعني الاله نزل مش علشان يظهر قدرته، لكن علشان يخلص الانسان من الخطيئه الاصليه. بس الفكره دي جرت وراها معضله عقليه ضخمه: ازاي يبقى الاله واحد وفي نفس الوقت الاب والابن والروح القدس؟ وهنا ظهر مفهوم الثالوث المقدس. الاب هو الاله الخالق، والابن هو الكلمه المتجسده يسوع المسيح، والروح القدس هو روح الله العامله في الكون والناس. الثلاثه دول مش 3 آلهة، لكن 3 أقانيم في جوهر واحد. وده اللي الكنيسه وصفته بعباره مشهوره: واحد في الجوهر 3 في الأقانيم. فالاله في المسيحيه مش اله تعددي، لكن اله واحد باوجه 3. فلسفيا معقده جدا، لكن بالنسبه للمؤمنين بيها كانت تجسيد للرحمه الالهيه في اعلى صورها. العقل سأل: ازاي اللانهائي يتجسد في المحدود؟ ازاي الاله يتألم ويتصلب؟ والكنيسه ردت ان دي اسرار الهيه مش شرط تتفهم بالعقل، المهم تؤمن بيها بالقلب. لكن فلاسفه كتير حتى من جوه المسيحيه زي اريوس مثلا، وده هتكون واقفه معاه لما نوصل لزمنه، رفضوا الفكره دي وقالوا الابن مخلوق وليس مساويا للاب. وده سبب انقسامات ضخمه ومجامع دينيه زي مجمع نقيه 325 ميلادي اللي حسم العقيده وقال رسميا الابن واحد مع الاب في الجوهر. في اللي شاف في الثالوث رمزيه عميقه: الاب يمثل الاراده، والابن يمثل الكلمه والعقل، والروح القدس يمثل الحياه. يعني الاله الواحد بيتجلى في 3 مستويات للفعل الالهي. لكن برضه في ناس شافوا ان ده انحراف عن التوحيد الاصلي اللي جابه كل الانبياء قبل كده، ان الاله اللي ارسل ابراهيم وموسى ما كانش اله ثلاثي ولا تجسد في بشر، لكن كان واحد احد لا يرى ولا يشبه بشيء. ومن هنا هيجي الاسلام بعد قرون قليله، مش علشان يقدم اله جديد، لكن علشان يرجع المفهوم القديم ويرجع البشريه لتوحيدها الاول، توحيد ادم ونوح وابراهيم عليهم السلام، الاله اللي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الاله في الاسلام هو الله اللي ليس كمثله شيء، لا يرى ولا يحد ولا يتجسد، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، يعني موجود قبل كل شيء وحاضر في كل شيء، لكن من غير ما يختلط بخلقه او يتجسد فيهم. وده جوهر التوحيد، انك تؤمن ان ربنا واحد، مش واحد في العدد بس، لكن كمان واحد في الذات والصفات والفعل. يعني لا شريك له في الخلق، ولا شبيه له في الصفات، ولا معين له في التدبير. القرآن كان واضح جدا في الرد على تصورات الأديان اللي سابقا. لما اليهود قالوا يد الله مغلولة، رد عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولما المسيحيين قالوا المسيح ابن الله، رد: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. القرآن ما اكتفاش بالنقد، هو رجع الصورة لصفائها الأصلي، الإله اللي خلق كل حاجة بالحق، بس من غير ما يكون له ولد أو شريك أو وسيط. سورة الإخلاص بتلخص كل ده في 4 آيات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الجميل ان السوره دي بتعادل تلت القرآن. ليه؟ علشان هي بتتكلم عن الله نفسه، مش عن خلقه ولا عن اوامره، لكن عن من هو الله في الاسلام. اي محاوله لتجسيد الاله سواء في انسان او كائن او صوره هي شرك، والشرك مش مجرد خطأ عقائدي، ده كسر الجوهر التوحيد نفسه. ولما نرجع للتصوف اللي ابتدينا بيه الحلقه، لما بعض العبارات اتفسرت غلط زي انا الحق للحلاج، العلماء فسروها على انها تمشي تجربه وجدانيه مش عقيده، يعني احساس بالاتحاد المعنوي مش تجسيد حقيقي. الله في الإسلام مش بس الإله الواحد، هو كمان الإله العادل الرحيم، رحمته سبقت غضبه وعدله ما يظلمش حد. يعني الإيمان هنا مش خوف بس، لكن حب وطمأنينة في نفس الوقت. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. حتى لما المسلمين دخلوا في الفلسفة والعلم ما فصلوش ربنا عن الكون، لكن شافوا العلم وسيلة لمعرفة الله مش بديل عنه. كل قانون في الطبيعة هو تجلي لإرادة الله في الخلق، مش دليل على استغنائنا عنه. بس السؤال هنا بيفرض نفسه: لو كانت كل الرسالات الإبراهيمية جاية من مصدر واحد، إزاي بيحصل الانحراف في الفكرة الإلهية؟ إزاي اتنقلنا من الإله واحد لآلهة متعددة، لأقانيم، لإلحاد، وكل مرة نرجع تاني للوحدانية؟ ده هيكون موضوع حلقتنا الجاي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفة في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومة أو وجهة نظر مختلفة. أما بقى لو حابين تتعمقوا أكتر بس مش لدرجة المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقة دي والحلقات اللي فاتوا. استنوني الحلقة بعد اللي جاية أجيب لكم رابط الكتاب. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات أكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، بشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.